مجموعة من المتظاهرين المسلمين اللي يعني معاهم الجنسية الفلسطينية واقفين في منطقة تل الربيع أو مدينة تل الربيع اللي موجودة في إسرائيل. واقفين فين بقى؟ واقفين قدام سفارة مصر اللي في إسرائيل، ورافعين لافتات شتيمة وإهانة للنظام المصري، وواقف جنبيهم على طول مواطنين إسرائيليين بيتضامنوا معاهم وبيتظاهروا معاهم. المظاهرة دي بقى يا سيدي كانت بقيادة كمال الخطيب. طبعا انت لما تلاقي مظاهرة في إسرائيل اعرف على طول ان هي مش عشوائية كده، اي حد بيتظاهر في إسرائيل معروف ان هو لازم ياخد تصاريح من وزارة الداخلية اللي عندهم يعني او وزارة الامن القومي. فانت اول ما تشوف قدام عينك مظاهرة فيها فلسطينيين وفيها اسرائيليين اعرف على طول ان هم خدوا تصاريح. طب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده بقى معناه ان عمنا كمال خطيب ده او كمال الخطيب راح الصبح للاسم اللي تابع للمنطقه هناك وطلب منهم ان هو هيتظاهر ضد النظام المصري. فطبعا ووزاره الداخليه يعني الاسرائيليه هتقول له الله ده انت لقطه، خد يا عم هنختم لك التصريح وخد اطلع اتظاهر براحتك. انت متخيل ان شخص فلسطيني رايح لوزاره الداخليه الاسرائيليه اللي بيتزعمها او بيديرها اتمار بن غفير؟ اتمار بن غفير اللي هو بيقولوا عليه سفاح. اتمار بن غفير ده كان بيدعو لتهجير كل الفلسطينيين من قطاع غزه، وكان بيدعو كمان لو ما طلعوش ان هم يقتلوهم. صاحبنا الفلسطيني ده رايح ياخد منه تصاريح